هذا اليوتيوبر الأمريكي اللي قرر يغامر بحياته ويدخل على جزيرة الشيطان، جزيرة أبستن، بعد ما الكل خاف يقرب منها ومن اللي صار فيها. تفاصيل غريبة جدا. اللي صار معه بعد ما رجع على البيت رح يخليكم تفكروا ليش صار هيك، لأنه القصة مو مجرد فيديو يوتيوب عادي، القصة صارت تهديد حقيقي. اليوتيوبر أخذ رفقاته واستأجروا جيت سكي ووصلوا لعند الجزيرة الخطرة، الجزيرة اللي نخبة العالم عملوا فيها أبشع الجرائم. بالبداية كان كل شيء هادي، بس فجأة صارت اللحظة المرعبة لما طلعت امرأة غريبة من بين المباني وصارت تطلع فيهم من بعيد وبكل برود. رفعت موبايلها وصارت تصورهم. طبعا هي ما نطقت ولا حرف وظلت عم تراقبهم بنظرات بتخوف، وفجأة بدأت سيارات السكيورتي تتحرك باتجاههم. واليوتيوبر هون عرف انه اللعب مع الكبار رح يكلفه غالي، وسحب حاله وهرب هو ورفقاته بأعجوبة. نشر الفيديو وجاب أكثر من 20 مليون مشاهدة بلمح البصر. بس هون بلش الكابوس الحقيقي. اليوتيوبر صار يلاحظ سيارات شيفروليه تاهو سودا ومفيمة كاملة واقفة قدام بيته ليل نهار، والكل بيعرف بأمريكا انه هاي السيارات للإف بي آي والأجهزة السرية. السيارات عم تحاوط بيته لساعات وبتراقب كل نفس عم يتنفسه. طبعا بنفس الوقت الشاب صار يصور ستوريات وعم يرجف من الخوف وينزلها مباشرة. كل ما يحاول يقرب من السيارة لحتى يشوف منه فيها بتمشي السيارة وبتهرب فورا. طبعا بس يرجع هذا الشاب لبيته بترجع هاي السيارات بتصف مكانها. الموضوع بطل مزحة، والشاب الآن خايف من الأشخاص اللي عم يلحقوه بعد ما وصل لهذيك الجزيرة. شو رأيكم أنتم؟ هل هذا اليوتيوبر فعلا صور شيء ما لازم نشوفه؟ هل هذا الشيء فعلا خطير؟ طبعا هذا اللي نزله الشاب من فيديوهات لغاية الآن. عم راقب القصة لحظة بلحظة، وأول ما يطلع شيء جديد رح نزله فورا بجزء آخر. لا تنسوا تشتركوا بالقناة لحتى يصلكم كل شيء جديد. خلص الحكي.